العائلات اللبنانية أصبحت تهتم كثيرا بتربية الحيوانات الأليفة نظرا لانتشار عدد كبير من الأطباء البيطريين والمستشفيات المتخصصة. يعد مستشفى لوفيتو أحد أهم المستشفيات البيطرية في الشرق الأوسط منذ إنشائه في لبنان قبل 20 عاما. الفريق عنا مكون من 25 شخص، منهم 8 حكمة والبقوة أسيستانية، كل واحد عنده اختصاصه. يعني في أصلا كتير عيال صاروا بهمهم الكلاب كتير وبهمهم البيانات تبعهم they follow up، يعني انه شو لازمه فاكسينات هيك. صار في بوجود الحكمة المعلمين والمخصصين يلي هلا ليتلي صاير في بلبنان. وبات لبنان يستقبل زبائن من جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم، فهو يمتلك تجهيزات إلكترونية توازي تلك المستعملة أوروبيا وعالميا.